هتعمل ايه يا بطل لو قررت انك تكون قرصان وتكون انت القائد بتاعهم، وفي احد مغامراتك وعلى جزيره ما يفاجئك انك تصادف ناس اقوياء جدا من الحكومه عاوزين يقتلوك ويقتلوا الطاقم بتاعك، وبيضطر احد افراد الطاقم بتاعك يضحي بنفسه ويروح هو معاهم عشان ينقذك انت وبقيه الطاقم. هتعمل ايه في الوقت ده؟ هتسيبه يتعدم ومش هتحاول تنقذه، ولا هتروح تحارب بكل قوتك عشان تنقذه؟ ده بقى اللي بيعملوه ابطال قصتنا دلوقتي. لوفي، زورو، سانجي، اوسب، تشوبر، نامي، كل دول واقفين قدام قوه من القوى العظمى البحريه، لوتشي، كاكاو، كاليفا وغيرهم من الاشخاص الاقوياء. يا ترى هينقذوها ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقه دي. 27 hearts beat. بعد ما شفنا لوفي هجم على سجن الانيس لوبي هو والطاقم بتاعه، وكان في ناس بيساعدوهم من اشخاص مسميين نفسهم بعائله فرانك، وده برضه الحكومه اخدته مع روبين عشان معاه مخططات للسلاح الاسطوري بلوتون اللي ضربه واحده منه بس بتدمر جزر كامله. لكن فرانك بيكون عنده راي تاني وبيحرق المخططات دي قدامهم كلهم، وده بيغضب رئيس المنظمه دي وبيروح يرمي فرانك من فوق السور عشان يقتله. في نفس الوقت كانت الست الكبيره اللي اسمها كوكر داخله عليهم بالقطر بتاعها عشان تساعد الطاقم في دخول اخر بوابه لانقاذ روبين المضحيه بنفسها. بيمسك لوفي بالطاقم بتاعه وبينط من فوق السور وبينزلوا كلهم على القطر، وكمان فرانك بيخبط في القطر وبيركب معاهم هو كمان. القطر طاير في الهواء وبسرعه جنونيه وبيتصادم في احد الجدران تبع المبنى الرئيسي وبيخش جواه. في اثناء الوقت ده بقى بنشوف رئيس المنظمه دي واللي اسمه اسبان دام بيأمر كل رجالته انهم يقتلوا بكل قوتهم ويقتلوهم كلهم، وبياخد هو روبين ومتجه يمة بوابه العداله. بنشوف ابطالنا هم كلهم راقدين تحت الحطام والحال متدهور بيهم على الاخر، لكن بيستعيدوا قوتهم ونشاطهم من جديد ومتجهين يمة السطح عشان ينقذوا روبين. وهم ماشيين بيلاقوا واحد من المنظمه بيوقفهم وبيعرفهم انهم لو عاوزين ينقذوا روبين يبقى لازم تجيبوا المفاتيح دي عشان تحرروها من كروسكي اللي في ايديها، وده بيبطل قوه فواكه الشيطان اللي عند روبين. ودول 5 مفاتيح منتشرين على عملاء السي بي، وواحد منهم بس هو اللي معاه المفتاح الحقيقي، يعني لازم تقتلوهم كلهم عشان تاخدوا مفاتيحهم. بيقول لهم الواد ده يلا سلام انا رايح ارمي المفتاح ده في البحر. بيجروا كلهم وراه عشان يمسكوه، واول ما بيطلعوا فوق بيخشوا في اوض كتيره وكلهم بيتفرقوا عن بعض. وفرانكي وهو بيجري بيلاقي الواد ده في وشه تاني، ونامي هي كمان بتقابل واحد منهم برضه، واوسب هو كمان بيقابل واحد منهم برضه، حتى سانجي بيقابل البنت اللي اسمها كاليفا دي، وكلهم بيقابلوا عملاء السي بي وبيقفوا في وشهم جميعا. بنشوف لوفي هو عمال يجري وبينادي على روبين لكن مفيش حد بيرد عليه. بعدها بنشوف زورو وهو واقف ضد كاكاو اللي بيطلع هو كمان سياف زي زورو، بيهاجم على زورو باسلوب الريجكت بتاعه، لكن زورو بيتفاداها كلها بكل سهوله وبيرجع هو يهاجم عليه. الاتنين بيكونوا في قوه بعض ومهاراتهم عاليه جدا في القتال. بيقول كاكاو ان هو قرر انه يستخدم قوته الجديده، وبنشوفه هو بيتحول لشكل الوحش بتاعه. في اليمه الثانيه بنشوف اوسب وهو واقف قدام واحد من المنظمه هو كمان، واللي بيكون بداوا قتال مع بعض وبيضرب اوسب وبيطيره بعيد، وبيكون فاكر ان اوسب قوي جدا وبيتحول لشكل الوحش بتاعه واللي بيكونوا عباره عن ذئب. وزورو وكاكاو واقفين ضد بعض وفجاه بيلاقي السطح بينزل عليهم من فوق وبيكون الذئب واوسب. بيروح اوسب ويستخبى على جنب وبيبص كده بيلاقي زورو واقف ضدهم، بيقولوا الحمد لله انقذني. بيبص تاني وبيلاقي خزنه مفتوحه قدامه وجواها اصفاد من الكروسكي، بياخدها وبيحدفها على زورو وبتيجي في ايده. بيقول له ايه ده؟ بيقول له معلش يا زورو كان قصدي ان ارميها عليهم، لكن عشان شكل الزرافه ده مضحك جدا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك وانا بنشل جات فيك بالغلط. بيغضب كاكاو منهم جامد وبيفضل يلف في المكان وبيستخدم هجوم الريجكت بتاعه اللي بيكون قوي جدا بسبب تحوله لقوه الوحش بتاعته، وبيقسم المبنى كله من ضربه واحده. بيتفاجئ اوسب وزورو انهم اتربطوا مع بعض بالاصفاد وهما الاتنين واقفين قدامهم دلوقتي. بنروح نشوف فرانكي وهو قدر يضرب الشخص ده وضرباته بقت بتأثر فيه بسبب ايده الفولاذيه، لكن برضه ما بيقدرش يهزمه. وبنشوف سانجي وهو بيعاني قدام كاليفا عشان سانجي ما بيضربش حريم. وفي اليمه الثانيه بتكون نامي برضه بتعاني في القتال بتاعها من الغريب ده لحد ما بيجي تشوبر وبيضرب الشخص ده وبيطيره بعيد. بتقول نامي انها قدرت تسرق المفتاح بتاعه وبكده مش محتاجين ان احنا نحاربه تاني، وبيجروا هما الاثنين. ولكن وهما بيجروا فجاه بنلاقي حاجه وقعت عليهم من فوق. بتروح نامي تشوف ايه ده، بنلاقي سانجي هو اللي واقع لكن شكله بيكون متغير تماما ومش فاهمين ايه ده، لكن بيكون لسه حي والحمد لله. بتقول انا مش فاهمه ازاي سانجي اتهزم كده. بتبص فوق وبتلاقي ان خصمه كانت بنت وهو ما بيضربش بنات. بتقول لها خلاص انا كده اللي هبقى خصمك. وهم واقفين بيجي الشخص ده تاني لكن تشوبر بيتحول وبيقدر يضربه وبيقفوا هما الاثنين ضد بعض. بعدها بنشوف لوفي وهو قدر يقابل تشيمني وبتعرفه ان في مكان سر بيودي لبوابات العداله على طول. بيسالها لوفي انت عرفت المكان ده ازاي؟ بتعرفه انها شافت لوتشي والناس اللي معاه ماشيين من هنا. بينزل لوفي فيه وبيجري عشان يلحقهم
وبيلاقي فعلا باب هناك بس بيكون صلب جدا. بيقول لهم لوفي ارجعوا ورا شويه عشان في تقنيه عاوز يجربها ممكن يتاذوا منها. بنشوف لوفي وهو بيستخدم تقنيه الترس الثالث وبنسمع صوت خبطه جامده جدا بترج المكان كله، وبنشوف الباب الفولاذي متحطم تماما من قوه لوفي. لكن بعدها بنشوف لوفي وهو اتحول لطفل صغير، وده بيكون تاثير القوه اللي استخدمها من شويه. في نفس اللحظه بيسمع لوتشي وهم ماشيين صوت معاهم في الممر ده، لكن ما بيهتموش وبيمشوا برضه. ولوفي وهو ماشي بيرجع لحجمه الاصلي. نرجع بقى لنامي وهي قدرت انها توصل لكاليفا في الغرفه بتاعتها. وكمان فرانكي مش عارف يجاري سرعه خصمه، بيقول ان الكولا بتاعته بدات تنفذ منه. فرانكي جسمه كله عباره عن انسان آلي ما عدا ظهره بس، وبيستخدم الكولا داخل جسمه عشان تديله طاقه ويعرف يحارب اي حد بيها. لحد ما فرانكي بيقول كلام للشخص ده بيخليه يقف قدامه، وبيتبادلوا اللكمات ضد بعض لحد ما فجاه بيلاقي الجدار اللي جنبهم بيتكسر عليهم، وبيخرج منه تشوبر والخصم بتاعه، وبيقفوا هما الاتنين مع بعض. بيلاقي فرانكي تلاجه في الغرفه وبيطلب من تشوبر ان يجيب له الكولا منها، وفعلا بيجيب له الكولا وبيحطها جوه جسمه، وبنشوفه وهو بيستعيد قوته من جديد. وبلكمه واحده بس بتطير الخصم بتاعه بره المكان كله. بيقف تشوبر مع فرانكي واللي بيكون قدروا انهم يحبسوا خصم تشوبر في الثلاجه اللي جنبهم، وبيعرفوا تشوبر عن المفاتيح اللي معاهم وانهم المفروض ياخدوها منهم. وهم بيتكلموا فجاه بيتهاجم على فرانكي من العضو ده وبياخده وبينزل بيه البحر، وبيكون في تيار ميه جامده جدا وفرانكي مش عارف يخرج منه. وفجاه تشوبر وهو واقف بيطلع له العضو ده من الثلاجه وبيقول الحمد لله انا نمت شويه واكلت اكل حلو. نرجع لفرانكي وهو بيحاول يخرج من البحر، والشخص ده بيضربه تاني وبينزله للبحر تاني، لكن فرانكي برضه ما بيستسلمش وبيعمل الحركه الغريبه بتاعته دي وبيطير للسما، وبيقدر يمسك الشخص ده من رجله وبيقدر يطير بيه. نرجع للوفي وهم عمالين يجروا في الممر وبينادوا على روبين. بعدها بنشوف زورو واوسب وهم مش عارفين يحرروا نفسهم، ولكن اوسب بيتقبل الامر الواقع، وزورو بيشيل وبيمسكه زي السيف بتاعه وبيحارب بيه. بعدها بنشوف فرانكي وانه قدر يمسك الشخص ده وبدا يطلع فوقيه، وبضربه واحده من ايده بتكون قويه جدا بتطير الشخص ده في الارض وبيهزمه اخيرا. بنشوف زورو وهو بيقتل الاعضاء وبيهاجم عليهم، وفي كل مره يهاجم عليهم اوسب هو اللي بيتصاب. بيقول زورو لاوسب انه يمسك نفسه كويس. بعدها بنشوف كومادوري وهو بيهاجم على تشوبر بالشعر بتاعه، ولكن تشوبر بيعرف يتفاداها، وبيطير كومادوري في الجو وبيهاجم على تشوبر بالعصايه اللي معاه. وبنشوف ان من قوه ضربته بتخرم الارض من تحتيهم، وبيروح تشوبر يهاجم هو عليه، لكن بيكون جسمه صلب جدا وتشوبر هو اللي بيتصاب منها. بعدها بيولع العصايه بتاعته وبيهاجم على تشوبر بيها، وبيقدر يصيبه بواحده منها. بيقع على الارض وبيكون منهك جامد ومش قادر يتحرك تاني، لكن بيفتكر ذكرياته مع روبين وبيقوم يقف من جديد، وبيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيقدر يصيب خصمه بيها. لكن برضه ده ما بيكونش كفايه انه يهزمه، وبيقع على الارض من كتر الاصابات ولسه خصمه نازل فيه ضرب، وتشوبر بيكون على حافه الموت وبيفتكر ذكرياته مع الدكتوره اللي ربته. وفجاه بنشوفه هو بيتحول لوحش عملاق كبير جدا. بيقف كامادورو وبيفضل يهاجم عليه لكن بدون اي فايده مع تشوبر. وفي نفس الوقت كانت نامي بتهاجم على خصمها هي كمان بالرعد بتاعها، لكن بتطلع كاليفا منها عادي بسبب قوتها الشيطانيه اللي اكلتها، واللي هي بتكون قدره الصابون والفقاعات. بتهاجم نامي تاني لكن كاليفا بتكون سريعه جدا وبتقف من وراها وبتضربها وبتطيرها بعيد. بنشوف ان في صابون جه على رجل نامي وبيخلي رجليها ناعمه وما بتعرفش تقف عليها تاني، وتشوبر عمال يصرخ وبضربه واحده منه بيدمر خصمه بيها، وبيفضل يضرب فيه وبيصرخ وبيكون فقد السيطره على نفسه. وفي نفس اللحظه بنشوف فرانكي وهو بيطلع على المبنى من فوق، وبيشوف تشوبر وهو ماسك خصمه في ايده وبيحدفه من فوق. بيهاجم تشوبر على فرانكي وبيوقعه تحت تاني بعد ما طلع، وبيبدا هو يطلع لفوق ومش عارفين رايح فين. وروبين واللي معاها ماشيين في الممر وخلاص فاضل لهم حاجات بسيطه ويوصلوا لاخر بوابه، لكن بيسمعوا صوت لوفي انه قرب منهم جامد. بيقول لوتشي لسبان دام ان هو ياخد روبين ويمشي، وهو هيستناه وهيوقف قبعه القش لوفي. وبيضرب لوفي اخر باب في الطريق وبيلاقي لوتشي مستنيه هناك. وبره اخوات فرانكي والعمالقه نازلين ضرب في الجنود، وسبان دام ماشي هو وروبين وبيكلم احد حراس البوابه انهم يفتحوه عشان يعدي منها. لكن بتبص روبين فجاه وبتشوف انه بيتكلم في جهاز الاتصال الغلط، وان ده جهاز نداء الدمار الباستر كول. وفي القاعده الرئيسيه للبحريه اتلقوا الاتصال وكله بيستعد ورايح على دمار الانيس لوبي. بيطلع اسبان دام الجهاز الثاني وبيضغط عليه بالغلط برضه وبيسيب الخط مفتوح، وكل اللي في الانيس لوبي بيسمعوه انه استدعى الباستر كول. كل اللي في الانيس لوبي بيجروا عشان ينجوا بحياتهم من الموت، لان الباستر كول بيجي وبيدمر كل شيء في الجزيره حتى لو كانت
مكان جنود البحريه، وكل الجنود بتهرب ما عدا السي بي نايت واتباع فرانكي مربوطين هناك ومش عارفين يتحرروا ازاي. بيهاجم لوفي على لوتشي بضربه قويه لكن بتكون سهله بالنسبه للوتشي، وبيرجعوا يلكموا بعض مره تانية وبيدمروا كل حاجه حواليهم. في اليمه التانية بيكون سباندام عمال يضرب في روبين عشان مش عاوزه تمشي معاه، ولوفي عمال يهاجم على لوتشي لكن بيتفاداها بكل سهوله وبسرعه جدا بيوقعه على الارض، لكن برضه بيقوم تاني وبيهاجم عليه مره تانية. بنشوف نامي اللي كاليفا قدرت تمسكها وتحط عليها صابون وتحول جسمها كله ان يكون ناعم ومش عارفه تقف منه. بتهاجم كاليفا عليها باسلوب النصل القاطع بتاعهم، لكن نامي بتقدر تستخدم تقنيه السراب وبتنقل نفسها وراها. بتهاجم تاني عليها لكن بيكون سراب برضه، لحد ما فجاه بتلاقي الحيط اللي بيتكسر عليها من جنبها وبيطلع تشوبر جالهم عندهم، بس بيكون فاقد السيطره تماما على نفسه. بنشوف زورو هو بيهاجم على خصمه والقتال بيكون صعب عليه بسبب اوسب اللي شايله في ايده. بتهاجم كاليفا على تشوبر لكن نامي بتوقفها وبتعرفها ان ده صديقها، بتحاول تتكلم معاه عشان يرجع لطبيعته تاني، لكن تشوبر بيهاجم عليها وبيوقعها على الارض. بيشيل تشوبر حوض الميه اللي جنبه وبيرميها عليها، لكن الحوض بيكسر الحيط وبيعدي منه وبينزل على سانجي اللي بيكون متصاب تحته وبيتكسر عليه. بيهاجم تشوبر مره تانية عليهم وبيكون تعبان جدا لحد ما بيخرج بره المكان اللي هم فيه. بتهاجم كاليفا على نامي بالريجكت بتاعها لكن نامي في اخر لحظه بتقدر تتفاداها. بتقول ازاي قدرت اتحرك كده؟ بتشوف رجليها بتلاقيها رجعت طبيعيه زي الاول، وبتشوف انها اول ما الميه جت عليها رجليها رجعت من جديد، وبتفهم ان الصابون لو اتشال من عليها ترجع زي الاول تاني. وبخطوه سريعه جدا من كاليفا بتروح تهاجم على نامي وبتطيرها بعيد. بتقف نامي مره تانية وبتعمل سحابه مطر في المكان والميه بتنزل منها عليها وبتشيل من عليها الصابون، وبتعمل تقنيه السراب بتاعتها اللي بتخليها تختفي، وبتيجي من وراها وبتعمل سحابه رعديه جامده بتيجي كاليفا وبتهزمها اخيرا. وبتاخد منها المفتاح بتاعها، ولوتشي ولوفي نازلين ضرب في بعض والمعركه ما بينهم عظمه على عظمه. بيجري لوفي عليه وبيضربه برجله لكن لوتشي بيكون اسرع واقوى وبيضرب لوفي وبيطيره بعيد تاني. بيقف قدام الباب اللي طلعت منه روبين وبيقول مفيش طلوع لاي حد طالما انا موجود هنا، جامد يا لوتشي وربنا. في اليمه التانيه بنشوف زورو وهو واقف هو واوسب، وفجاه بيخش عليهم تشوبر هو كمان وبيهاجم عليهم. بيحاولوا يكلموه لكن ما بيردش عليهم. بيقول زورو ان اول مره يشوفه بيتحول للشكل ده، وفجاه بيدخل عليهم فرانكي كمان بعد ما تسلق الجدران وطلع فوق، وبيكون مجهز مدفع الهواء اللي في ايده وعاوز يضرب بيه تشوبر. بيقول له زورو ان ده تشوبر وما تفكرش انك تاذيه. بيقول له يا عم ما انا عارف، بس كل اكلين فواكه الشيطان ليهم نقطه ضعف واحده وهي الميه، ولو وقعته في البحر هيتجمد وهيرجع تاني لهيئته الاصليه. وبيضربه فعلا وبيوقع تشوبر في البحر، وبينزل هو كمان وراه عشان ينقذه ويطلعه من الميه، وفعلا بيطلعه وبيرجع تشوبر لشكله الاصلي تاني بس بيكون فاقد الوعي. بيقول فرانكو ان لازم يشوف طريق يروح بيه عشان ينقذ بيه روبين، وفجاه بتخرج له تشمن من الصندوق وبتعرفوا انهم عارفين طريق مختصر وممكن يوديهم عندهم هناك بسرعه. عسل اول بنت دي والارنب والله. وبيروحوا كلهم عند الست دي وبيديها تشوبر وبيعرفوه الطريق وبيمشي هو. بيقابل فرانكي نامي وبتديله بقيه المفاتيح اللي معاها، وبتاخد منهم مفتاح واحد بس عشان تفك الاصفاد اللي مربوط بيه زورو واوسب، وبتروح عندهم وبتحررهم. بيهاجم بسرعه الزرافه على زورو لكن زورو بيصد هجومه وبيرميه بعيد، وكمان الذئب ده بيهاجم على اوسب ضربات قويه جدا بتطيره بعيد. بيقف اوسب تاني وبيهاجم عليه بالسلاح الجديد لكن بسرعه جامده جدا من الذئب بيجي من وراه وبيضربه في الارض كمان، وبيفضل ينزل فيه ضرب. بتحاول نامي انها تساعده لكن بيضربها هي كمان، وزورو مش عارف يساعدهم عشان خصمه عمال يهاجم عليه، والذئب ماسك اوسب وخلاص هيقتله. وفي اخر لحظه بتيجي ركله من سانجي بتطيره بعيد وبينقذ اوسب من الموت. بتساله نامي انت ازاي رجعت كده؟ بيعرفها ان في حوض ميه وقع عليه من فوق، ولما الميه جت عليه رجع لشكله الطبيعي من جديد. وهم واقفين فجاه بيبص اوسب وبيلاقي ان بوابه العداله بدات تتفتح قدامهم، ولو اتفتحت على الاخر هيفقدوا روبين. بنشوف بعدها لوفي هو لسه مش عارف يطلع عند روبين من لوتشي اللي كل شويه عمال يهاجم عليه، وسباندام ماسك روبين من شعرها وعمال يشد فيها عشان يطلعوا لفوق. في الوقت ده بنشوف رجاله الحكومه وهم بيطلعوا فوق القطر عشان يمشوا قبل ما الباستر كول يجي، وكمان اخوات فرانكي قدروا انهم يحرروا نفسهم هم كمان، وبيقرروا انهم لازم يخرجوا من هنا قبل ما الباستر كول يجي. بعدها بنشوف سانجي هو بيقاتل الذئب ده، والاتنين بيكونوا في قوه بعض تقريبا. بتاخد نامي اوسب وبيمشوا من هناك عشان يشوفوا طريق يوصلوا بيه عند روبين، وسانجي بيقف هو وبيحارب الذئب، لكن الذئب بيكون سريع جدا وبيضرب سانجي ضربه قويه جدا بيخبطه في الحيط، وبيهاجم تاني عليه بهجوم الريجكت بتاعه وبتيجي في سانجي وبتخليه ينزف دم، لكن سانجي بيقف تاني وبيقول له سامحني على اللي هعمله فيك. بيضحك الذئب ده وبيقول له انت عبيط يا ابني ولا انت مش شايف ان انا اللي بضربك؟ وفجاه سانجي بيفضل يدور حوالين نفسه، ومع سرعه دورانه واحتكاكه بالهواء بيقدر يولع رجليه، وبضربه واحده وسريعه منه في الذئب ده بيخليه يطير بعيد وعمال يصرخ من الالم.
بيطير سانجي في الهواء وعاوز يروح له عشان يضربه، لكن الذئب ده بيقوم بسرعه جدا وبيطير فوقيه وبيهاجم هو على سانجي، لكن سانجي بيقدر يلف نفسه وبيهاجم عليه وبضربه قويه جدا من سانجي وبتخبطه في الارض وبيهزمه وبياخد منه المفتاح بتاعه وبيطلع يجري عشان يروح لروبين. في نفس الوقت ده بنشوف سباندام قدر يوصل على الجسر اللي بيخرج منه لبوابه العداله، وخلاص روبين رايحه في الطريق اللي ما فيهوش رجوع منه، والباستر كول في طريقهم لتدمير الجزيره. بيوصل فرانكي اخيرا عند لوفي وبيشوف لوتشي واقف قدام الباب اللي بيطلع عند روبين. بسرعه بيهاجم لوفي على لوتشي عشان يخلي فرانكي يطلع هو عندها، لكن لوتشي برضه بيصد كل محاولاتهم للخروج من الباب. بنشوف زورو هو بيواجه صعوبه جامده جدا قدام خصمه، وخلاص زورو اكتفى من الهجمات اللي ملهاش لازمه دي. وفجاه بنشوف زورو بيتخذ وضعيه الفهد وبيطير بسرعه جامده على كاكاو وبيقدر يجرحه في بطنه. بيقف كاكاو من تاني وبيهاجم على زورو باسلوب الزرافه بتاعه وبيطير زورو بعيد بعدها، وفجاه زورو بيقف وبيجمع قوته الكامله وبيستخدم اسلوب اشورا اللي بيطلع ايدين كتير وبيهاجم عليه وبسرعه جامده بيقدر يقطعه وبيهزمه اخيرا. وبيدخل عليه سانجي وبيقول له نرجع له عشان ما يتوهش في الاتجاهات. في اليمه التانيه بنشوف العمالقه وهم شايلين اخوات فرانكي والاحصنه بتاعتهم عشان يودوهم للبحر، وسباندام خلاص فاضل له بوابه واحده عشان يعديها ويخرجوا من الجزيره دي، وروبين بتحاول تهرب منه لكن سباندام بيمسكها وبيفضل يضرب فيها. بنشوف لوفي وهو خلاص جاب اخره من الضرب وبيتحول المحرك الثاني اللي بيخليه سريع جدا وبيقدر يضرب لوتشي بيها اخيرا. بيتحول لوتشي لقوه الفهد بتاعته وبيجري على فرانكي وعاوز يقتله عشان ما يطلعش عند روبين، لكن برضه لوفي بيقدر يتصدى لضرباته وبيقول لفرانكي روح انت وانقذ روبين باي ثمن. بيخرج فرانكي اخيرا من المكان ومتجه يمه روبين، وروبين ماسكه في الجسر ببقها على امل ان اصدقائها هيجوا يساعدوها. وبتوصل السفينه عند اخر بوابه عشان تاخد روبين وسباندام وتوديهم للمقر الرئيسي للبحريه، وسباندام بيجر روبين عشان يعدي البوابه، وفجاه بتجيله طلقه مدفع بتنفجر فيه وبتدفنه في الارض، وكمان الجنود هي كمان عماله تتضرب ومش عارفين الهجوم ده جاي منين، لحد ما بيشوف احد جنود البحريه بالمنظار اللي معاه ان في احد طاقم قبعه القش واقف على برج العداله اللي بيكون بعيد جدا من المكان ده هو اللي بيهاجم عليهم. وبيوصل فرانكي هو كمان عند روبين وبيقف في وش الجنود، واوسب بيحدف له كل المفاتيح اللي جمعها عشان يحرر روبين، وفعلا فرانكي بيقدر يحرر روبين اخيرا. واول حاجه بتعملها روبين بتفضل تضرب في سباندام، وزورو وسانجي واقفين عند برج العداله وبينادى على اوسب عشان يروح معاهم. وفجاه بنشوف ان البرج ده اتضرب بكره مدفع وبيتدمر، وبيطلع ان الباستر كول وصل للمكان وبدا الهجوم على الانيس لوبي، لكن اوسب بيطلع بخير والحمد لله. وفي اليمه الثانيه روبين وفرانكي بيهاجموا على جنود البحريه وبيهزموا فيهم، ولوفي ولوتشي عمالين يهاجموا على بعض بضربات سريعه وجامده جدا. بنشوف ان لوفي بقى بيجاري لوتشي في اي حاجه، وبيقف لوفي وبيستعد وبيضرب لوتشي بهجوم قوي جدا بيخلي لوتشي المنيع يتاثر منه. بيقول لوتشي ان هو فهم قوته وان هو بيستعمل رجله كمضخات لاسراع تدفق الدم الرئتين والاوعيه الدمويه، وده بيزيد من نبضات قلبه وبيسخن جسمه جامد وبيديله قوه جباره جدا. لكن في كل مره بيستخدم التقنيه دي بتاثر على حياته وبتضعفه. وهم واقفين بيلاقوا الميه دخلت عليهم في المكان، وبيطلع ان الباستر كل ما ضرب في الجزيره دمر كتير من المباني ودخل عليهم ميه من البحر، وكلها دقايق والمكان كله يغرق. ونامي والست الكبيره وباقي الاعضاء ماشيين في الممر السري عشان يروحوا الروبين، والميه داخله عليهم وهتغرقهم هي كمان. والباستر كول قرب عندهم وعمال يضرب في الجزيره وبيدمر فيها كلها ومش مدي مجال لاي حد انه يهرب. بترتعش روبين وبتاع على الارض وبتفتكر كل ذكرياتها عن قريتها اللي اتدمرت. وبنشوف لوفي ولوتشي والميه غرقت المكان اللي هم فيه وبيجروا يغيروا مكانهم عشان يحاربوا بعض. بيجري لوتشي على لوفي وبيهاجم عليه، لكن لوفي بيقدر يمسك رجله وبيهاجم هو عليه بهجوم قوي جدا، لكن لوتشي بيكون اقوى وبيصد ضربته وبيرجعه كمان. بيقف لوفي تاني وبيقول له انه اكتفى من القتال، وفجاه لوفي بينفخ في ايديه وبنشوف ايده وهي بتكبر جامد وبيهاجم بها على لوتشي، ولوتشي بيقف وعاوز يصدها بنفسه، لكن ضربه لوفي بتكون قويه جدا وبتخرجه بره المبنى كله. لوتشي وبيقع في سفينه بحريه وبيكون متصاب جامد. وفي اليمه الثانيه بنشوف الطاقم والميه دخلت عليهم وغرقتهم. بيطلع لوفي من البرج وبيطير في السماء وبيضخم رجله جامد وبينزل بيها على سفينه البحريه وبيدمرها كلها. ولوتشي بيطير وبيتحول لشكل الفهد بتاعه وبيروح يعض لوفي في كتفه بيخلي لوفي ينزل دم، لكن لوفي بيضخم نفسه تاني وبيبعد لوتشي عنه. بعدها بنشوف الهواء بيخرج من جسمه وبيتحول لطفل صغير وبيرجع للبرج تاني، ولوتشي هو كمان بيرجع للبرج هو كمان وبيهاجم على لوفي وبيلزقه في الحيط. وفجاه لوفي بيرجع من تاني وبيقف في وش لوتشي. بنشوف بقيه الطاقم وهم بيغرقوا على وشك الموت، وفجاه بنشوف الست الكبيره دي اللي اسمها كوكر بتتحول لحوريه بحر وبتشدهم عشان تخرجهم بره الميه. وبيخرجوا بره الميه بيلاقوا فرانكي استولى على سفينه بحريه هو وروبين، وبيطلعوا كلهم لهناك وبيتجمعوا كلهم مع بعض من جديد ما عدا لوفي اللي لسه بيحارب لوتشي. بيطلع زورو على الجسر وبيقولوا انه هيستنى القائد بتاعه هنا، والكل بيحضر بعدها وبيقف معاه. واخوات فرانكي هم كمان بيدوروا على طريق يخرجوا منه بما ان البحريه قفلت عليهم البحر من هنا، والبحريه بتدي امر انهم يدمروا الجسر
الجسر الاخير، ولوفي بيتحول للمحرك الثاني مره ثانيه وبيهاجموا على بعض هو ولوتشي، وبيقدر يسيب لوتشي بضربات قويه جدا، لكن لوتشي ما بيكونش سهل برضه وبيضربه وبيخليه يجيب دم من بقه كمان، والحكومه بتهاجم على الجسر وبتدمره، وبيوصلوا عند الطاقم وبيحاصروهم وبيبداوا يهاجموا عليهم، والطاقم هو كمان بيهاجم عليهم، ولوفي ولوتشي لسه عمالين يهاجموا على بعض. لحد ما لوتشي بيضرب لوفي ضربه قويه جدا بتخلي لوفي بيقع على الارض وما بيقدرش يتحرك تاني. بيشوف اوسب من فوق وبيكون خايف عليه، بيخلع القناع وبيفضل ينادي عليه ويصرخ عليه عشان يقوم يقاتل تاني، بيقول له لا ده مش المكان اللي هتموت فيه دلوقتي، قوم عشان تنقذ روبين. وزورو وباقي الطاقم عمالين يحاربوا البحريه، ولوفي واقع على الارض ومش قادر يتحرك تاني. بيتحرك لوتشي اتجاه اوسب عشان عاوز يقتله، وبيلاقي اللي بيقف من وراه من جديد بيقول له لا انا مش هسيبك تاذي صديق ليا مره تانيه. الغضب بيملى عينين لوفي وبيجمع كل قوته من جديد وبيهاجموا على بعض تاني. في اليمه التانيه بيجي جندي من البحريه اكل فاكهه الصدى، بيهاجم على زورو بيها وبيدمر له السيف بتاعه، بيستخدم زورو سيف من على الارض وبيقتله بيه، ولوفي لسه بيقاتل بس لوتشي بيضربه ضربات قويه بتخليه على وشك الموت، لكن بيرفض انه يقع على الارض تاني وبيجمع كل قوته وبيهاجم على لوتشي بهجمات سريعه ورا بعض جدا. بتخلي لوتشي يطير بعيد وبيقع في سفينه البحريه وبيهزمه اخيرا. بينادي اوسب على لوفي وبيقول له يلا انت هزمت خصمك، يلا تعالى بقى معانا، لكن لوفي وقع على الارض ومش قادر يتحرك تاني، ومفيش حد عارف يساعده من جنود البحريه اللي عمالين يهاجموا عليهم دول. وعلى اليمه الثانيه باولي ربط اخوات فرانكي بالعمالقه قبل ما يقعوا في البحر، وفجاه الطاقم كله بيسمع صوت بينادي عليهم، بيقع اوسب على الارض وبيعيط وبيقول لهم كله ينط في البحر. بيحاول زورو انه يوقفه وبيقول له ان كده يبقى انتحار، بيقول له لا انت اللي شكلك نسيت ان لينا صديق تاني يا زورو. وبيبصوا كلهم في البحر وبيشوفوا حاجه وبيصرخوا كلهم انهم ينطوا في البحر، وروبين بتستخدم قدرتها وبتدحرج لوفي للبحر هي كمان، والكل بينط في البحر. وفجاه بنلاقي سفينه ميري هي اللي كانت بتنادي عليهم وبينزلوا فيها، بتقول لهم انا جيت عشان انقذكم يا رفاق. الكل بيقف عليها وما بيكونوش مصدقين من اللي هم شايفينه، هل يكون الوفاء الى هذه الدرجه؟ بتشكر الطاقم روبين على انقاذ حياتها، ولكن جنود البحريه مش مدينهم فرصه وعمالين يهاجموا عليهم برضه. بيحاول الطاقم يصد كل ضرباتهم وكل هجومهم عشان يخرجوا من هناك. بتيجي فكره لفرانكي وبيقول لهم سيبوها عليا، بيستخدم تقنيه الهواء بتاعته وبيطير السفينه بعيد، واوسب بيرمي عليهم قنبله دخان عشان يعرفوا يهربوا منهم، وبكده يكونوا خرجوا من هناك كلهم وانقذوا روبين. وباولي واخوات فرانكي بيشغلوا القطر البحري وبيمشي بيهم هم كمان، وبنشوف الطاقم وهو ماشي في البحر. بس يا ترى البحريه هتسيبهم على كده ولا ميري اللي انتهت من زمان هل فعلا هتقدر توصلهم للجزيره الجايه؟ كل ده هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنسوش الاشتراك واللايك.